صباح الخير. النهاردة هحضر معاكم حلو سريع، المهلبية، نفس الطريقة المعروفة، بس هضيف ليها مكون جديد هيخلي قوامها كريمي جدا. أول خطوة هنحضر الكريمة. هنحتاج لعبوة من الكريم شانتيه، هنضيف عليها نص كوب من الحليب ونقلبهم لحد ما تكون قوامها كريمي ونسيبها على جنب. وفوق عميق نضيف 1 لتر من الحليب وعليه 4 معالق كبيرة نشا ونص كوب سكر وعبوة فانيلا وفصين مستكة، ونقلبهم على البارد قبل ما نرفعهم على النار لحد ما تدوب النشا والسكر كويس جدا. نرفع الوك على نار هادية مع التقليب المستمر لحد ما يبدأ يغلي. نضيف الكريمة ونكمل تقليب دقيقة كمان ونرفعه من على النار بعدها. القوام كده مظبوط جدا. بعد ما نرفعها من على النار نستنى دقيقة مع التقليب، بس السخونة تهدى شوية. نضيف بعدها نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر ونقلب بعدها. وبكده المهلبية بتاعتنا جاهزة. ونوزع المهلبية في بولات ونزينها بزبيب أو مكسرات. الزبيب أو الفواكه الجافة نضيفها والمهلبية سخنة علشان تطرى من السخونة. أما المكسرات فبعد ما المهلبية تبرد ندخلها التلاجة تتماسك، وعند التقديم بنضيف المكسرات. جربوا إضافة البيكنج باودر وقولولي رأيكم، وبألف هنا مقدما. لو عجبتكم الوصفة اضغطوا على لايك، وإذا حابين يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد اضغطوا على السبسكرايب وعلى الجرس واختاروا قول أو كل.